ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل ميني باتيه المدارس بطريقه سهله وسريعه، وكمان هنعمل العجينه بدون لبن ولا بيض بطريقه اقتصاديه جدا. ومن نص كيلو دي هيطلع معانا 61 قطعه، حاجه في منتهى الجمال، وكمان بدون زبده، وهتطلع معانا توريقات زي ما انت شايفه كده بالظبط بطريقه سهله جدا. وهنتعلم ازاي كمان نحفظه للمدارس، تحطيه مثلا في الفريزر ازاي ويطلع تسخنيه في الميكرويف او في الفرن، وهيطلع معاكي زي كانك لسه عاملاه بالظبط. اهم حاجه بنعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنا اول مره نشوف القناه بتاعتي، ونفعل الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. يلا بينا مع بعض نشوف ازاي عملنا الميني باتيه الهش بطريقه سهله وسريعه وفي نفس الوقت اقتصادي جدا، وهيريحك جدا من سندوتشات المدرسة اللي كل يوم نعملها. اول حاجة عشان خاطر بس نطلع باتيه بالطريقة اللي انت شايفاها دي، نتبع الخطوات واحدة واحدة معايا عشان خاطر حتى طريقة التشكيل تكون سهلة ويطلع هش وقطني زي ما انت شايفة. بنجيب البولة بتاعتنا وهنحط فيها كوبايتين من المية، والمية تكون دافية، وهننزل عليها بكيس من الخميرة فورية او ما يعادل معلقتين كبار. هننزل طبعا بالسكر، معلقتين من السكر، وهنا بستخدم المعلقه الكبيره، وهندوبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الخميره تندمج مع السكر بالطريقه دي في كوبايتين من الميه الدافيه. طيب انا هضيف خطوه بس اختياري، ممكن كمان نستغنى عنها عادي يعني مش مشكله، اللي هي معلقه بس من لبن البودر، معلقه واحده بس، ونقلبها. ممكن نستغنى عنها مش هتفرق خالص معانا في الوصفه. هنقلب المكونات دي كلها كويس مع بعض، الميه بالخميره بالسكر باللبن. هنا همشي معاكي خطوه خطوه عشان اعلمك ازاي تطلعي عجينه هشه وقطنيه زي ما شفتيها اول الفيديو. هننزل طبعا بمعلقتين من الخل هنا حلو جدا للعجينه، بيطريها معانا وكمان يخليها لونها فاتح. ومعايا ربع معلقه من الملح، وطبعا المعلقه اللي مستخدماها معلقه كبيره، هناخد ربع معلقه منها من الملح. بعد كده هننزل بنص كيلو من الدقيق، المكونات دي على نص كيلو من الدقيق. بس في نوعيه دقيق بتشرب سوائل، وفي نوعيه دقيق ما بتشربش معايا السوائل، فممكن نضيف نص كيلو من الدقيق زائد ربع كوبايه نص كوبايه على حسب نوع الدقيق. هنا هضيف حوالي نص كيس من البيكنج باودر، يعني معلقه كبيره، بيخلي معايا العجينه منفوخه كده. وبعد كده ببدا اني اقلب المكونات دي كده بس بصوابعي مع الميه اللي انا ضفتها في الاول. انا مش بعجن خالص دلوقتي لسه، انا يا دوبك بس بخلي الدقيق يندمج مع الميه مش اكتر. انا هنا خليت بس الفيديو بتاع العجينه بالظبط، ما رضيتش ان انا اسرعه عشان تشوفي بالظبط الخطوات تطلع معاكي عجينه هشه ازاي. هنقلب كده بصوابعي زي ما انت شايفه الميه كده. حسيت طبعا ان العجينه بتاعتي سايله جدا، فروحت زودت معايا ربع كوبايه من الدقيق لحد ما تجمد معايا كده وتكون زي عجينه زي الكوره بالطريقه دي. خلاص هنا ببدأ اني اضيف المادة الدهنية. المادة الدهنية يا جماعة ما بنضيفهاش في الاول، سواء كان الزيت او السمنة او الزبدة، عشان خاطر لو ضفتيها من الاول العجينة برضو هتفضل زي ما انت شايفة كده لابكة في البولة وهتفضل تمسك في يدك. فهنعمل ايه؟ بنضيفها في الاخر. المادة الدهنية ما بنضيفهاش في الاول. طيب هنجيب حوالي ربع كوباية من الزيت. انا ضفت هنا زيت ولا سمنة ولا زبدة. وبعد كده يا دوبك بس كده شويه بشويه، معلقتين معلقتين، وابدا ان انا دلوقتي اعجنها بقى، المها كده على بعض. واول ما تسيب البوله خلاص اعرف انها خلاص كده اتكونت معايا عجينه طريه. طبعا عشان ننعمها اكتر تطلع معانا قطنيه بنلمها بالطريقه دي زي ما انت شايفه لحد ما تتكون معايا عجينه بالطريقه دي، وخلاص بتكون طريه جدا. طيب اعرف منين العجينه بتاعتي خلاص كده اتعجنت وتمام ومش محتاجه ولا دقيق ولا زيت ولا ميه ولا اي حاجه؟ امال العجينه بتكون طريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها زي ما انت شايفه كده. طيب بنعمل ايه؟ بنلمها خالص كده زي الكره. سابت خلاص البوله بتاعتي وضفنا الماده الدهنيه، بحط يدي كده التانية اللي انا مش مستخدماها في العجين، بتطلع ناشفه جدا وما بتلبكش فيها العجين. كده بعرف اني خلاص العجينه بتاعتي تمام اتظبطت وبقت زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟
هنكورها زي كوره كده بالظبط ونلمها، وفي الاخر خالص كده ايه بنسيبها في مكان دافي تدفى. وطبعا لو الجو بتستعملي الوصفه دي في الجو كان برد، طبعا بندفي الفرن 5 دقايق وبنطفي على الفرن، يعني بنحطها في كده في جو بيكون دافي، وبندخل الخميره بنغطيها بكيس كده وخلاص. زي ما انت شايفه كده بستخدم ايدي التانية بلاقيها خلاص ما بتلبكش معايا، وكده خلاص عرفت انها بقت معايا تمام، بتمط كده وكمان في نفس الوقت ما بتلبكش. هنسيبها تخمر، وبعد كده اول ما تتضاعف معانا في الحجم زي ما انت شايفه كده، طبعا بنخرج الهواء منها وبنلمها بالطريقه دي. زي ما انت شايفه العجينه طريه جدا وفي نفس الوقت بتمط كده وشكلها حلو جدا. هنعملها ايه دلوقتي؟ طريقه تشكيل سهله جدا وبدون زبده، وكمان هتديني نتيجه حلوه جدا. هنقطعها كور كده صغيره زي ما انت شايفه بالطريقه دي. كل العجينه هنقطعها بالطريقه دي. الكره ما تكونش كبيره ولا صغيره، الحجم بتاعها وسط، عشان نعملها على هيئه رول واحد ما نقعدش نقسمها تاني كتير. بالطريقه دي شايفه العجينه ما بتلبكش في يدي، وفي نفس الوقت مدياني كده زي مطه حلوه. خلص كل الكميه بتاعت العجينه كور بالطريقه دي، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. هندهنهم دهنه بسيطه من الزيت زي ما انت شايفه. الطبق ده انا حاطه فيه زيت على سمنه، ممكن زيت بس، ممكن كمان لو متوفر زبده تحطي. وبعد كده هغطيهم بكيس وهاخد واحده بس، وهدهن بس المكان اللي هفرد بيه العجينه بحاجه بسيطه كده من الزيت على السمنه، وبعد كده بفردها بالطول زي ما انت شايفه. نحاول نفردها بالطول، وهي طبعا هتتفرد معايا في منتهى السهوله. السمك بتاعها ولا رفيع قوي ولا بيكون تخين قوي، وسط زي ما انت شايفه كده على هيئه مستطيل الى حد ما. وبعد كده الحشوه هنا بتكون زي ما انت حابه. هندينها دهنه بسيطه كده من الخليط اللي عاملينه، وبعد كده بنبدأ نضيف الحشوة. الحشوة الأمثل لأي باتيه يدخل الفرن هو الجبنة اللي بتكون مالحة دي، اللي هي بتكون متماسكة عن العلب، عشان خاطر العلب بتسيح في الفرن وبتدي نتيجة مش حلوة. الجبن المتماسكة دي اللي هي المالحة دي بتبقى حلوة جدا في الفرن وبتحتفظ بالقوام بتاعها. بعد كده اختياري لانشون بنضيفه، ممكن كمان زيتون، اي حاجة انت حابة تضيفيها بتضيفيها، ممكن كمان تعمليها بفراخ او لحمه زي ما انت عايزه. بعد كده بنبدا ان احنا نلفها على هيئه رول بالطريقه دي، واضغط كويس جدا انا وبلف. وطبعا انا دهنه الخليط بتاع السمنه على الزيت، والفها بالطريقه دي لحد الاخر، وبعد كده بقفل كويس جدا عشان خاطر ما يتفتحش مني في الفرن. باجي الطرف ده كده بلمه بالطريقه دي واضغط عليه واقفله عشان ما يتفتحش مني. بس دي طريقة تشكيل سهلة جدا وفي نفس الوقت هتطلع معايا مورقة وبدون زبدة. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب السكينة، وطبعا الحجم بتاع القطعة زي ما انت عايزة، ممكن تعمليها باتيه، ممكن تعمليها ميني باتيه يعني حجم اصغر، حسب زي ما انت عايزة تقطعيها بتقطعيها. انا هنا طبعا عملتها بالسكينة زي ما انت شايفه كده على هيئه بس ميني باتيه حجم صغير جدا. وعشان بس الشكل يكون معانا حلو جدا، فاحنا بنجيب خيط بالشكل ده نحطه من تحت ونقفل عليه من فوق، بيدينا نفس الطبقات وبتكون الشكل معايا متماسك غير السكينه. وطبعا اللي انت حابه تقطعي بيه بتقطعي بيه بالطريقه دي. بحط الخيط من تحت وبعد كده بقفل عليه واشده من الناحيه التانية، وبيطلع معايا زي ما انت شايفه كده بالظبط. الطبقات زي ما انت شايفه واضحه كده. خلاص كده بخلص انا كل الكميه، وطبعا بكون جايبه الصاج او الصينيه اللي هدخلها الفرن وبدهنها دهنه بسيطه من الزيت او السمنه، وابدا اني ارص فيها بعد ما يخلص. وبالطريقه دي بيكون هو اصلا مورق من قبل اصلا ما نحطه في الفرن. هنعمل ايه تاني؟ هناخد كوره من اللي احنا حاطينهم، هنفردها على هيئه مستطيل بمنتهى السهوله كده، بتفرد معايا
عشان العجينة كنا عاجنينها صح. وبعد كده على هيئة مستطيل الى حد ما، وبنفردها بالطريقة دي. بعد كده بنجيب الحشو، سواء كانت الجبنة المالحة زي ما قلتلك، وفوقيه اللانشون. وبعد كده حابة تضيفي زيتون ضيفي، اللي انتي متوفر عندك بتضيفيه. خلينا بالطول بالطريقة دي. بعد كده بنقفل على هيئة رول، وبنقفل كويس جدا عشان تديني الطبقات. وطبعا ما ننساش ندهن السمنة على الزيت. وبعد كده بنقفل، بنسيب الطرف الاخراني ده بنلفه كده بالطريقة دي لفوق، ونقفل كويس جدا عشان خاطر ما يتفتحش مني في الفرن زي ما انت شايفه. وبعد كده بنعدله على وش بتاعه، وبعد كده بنقطعه سواء كان بالسكينه او بالخيط زي ما وريتك. وطبعا قلتلك ان الحجم بتاع الباتيه ده راجع ليكي انت. بالطريقه دي. بس بعد كده بنقطعه، ودي الكميه كلها. هسيبها تخمر. دي سبتها طبعا بعد ما خمرت حوالي 10 دقايق، وهتلاقي الحجم بتاعه اتضاعف لوحده زي ما انت شايفه. الكميه كلها ادتني حوالي 61 قطعه من نص كيلو دقيق. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب الخليط اللي هنعمله. الخليط عندك ممكن تجيبي صفار بيضة زي ما انت عايزة، او بيضة وتقلبيها وتحطي عليها ليمون او فلفل اسود وترشيها. يا اما تعملي زي ما انا عملت، جبت نص معلقة من اللبن البودر وحطيت عليها ربع كوباية من المية كده، وقلبتهم وخلاص. على كده بتكون جاهزة معايا. وممكن كمان لو مش حابة تضيفي لبن خالص على الوش، ممكن تضيفي رشة من النسكافيه على المية وتقلبيهم في بعض، وبعد كده تدهني الوش بتاعه. اول ما ندهن بس 2-3 كده بالكتير، ونبدأ ان احنا نرش على طول السمسم او حبة البركة. ما ندهنش الصاج كله وبعد كده نروح حاطين السمسم او حبة البركة، كده هيطلع منك السمسم كله هيقع وحبة البركة. اول ما ندهن بس 2-3 بالكتير، نبدأ على طول نرش السمسم او حبة البركة. بعد كده طبعا هنسخن الفرن على درجة حرارة عالية، وبتخش المعجنات على درجة حرارة عالية. وبعد كده بتقعد حوالي ربع ساعة في الفرن. اول ما بتاخد لون من تحت بفتح لها الشواية، وكده بتكون جاهزة معايا وطرية. اول ما تطلع من الفرن غطيها كده 5 دقايق عشان تطرى معاكي. اعمل لك الفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم في وصفة تانية سهلة وسريعة. سلام يا بنات.